هفرد الفطير معايا خالص. بفرده بدقيق. ليه انا بفرد الفطير دلوقتي بفرده بدقيق. ليه بتفرديه بدقيق؟ علشان خاطر لما اجي اديله السمنه بتاعته ياخد الفطيره معايا. بتاخد من 250 ل 300 جرام حسب طلب الزبون وحسب ما هو يقدر ياكل. لو معدته مش تعبانه وهيقدر ياكل السمنه الكتير عادي، مش هيقدر يبقى معدلها 250 جرام دول مظبوط جدا على الكيلو الدقيق. انا بحب افردها بدقيق كده افضل عشان لما اديها السمنه تاخدها، انما لما بفردها بزيت لما اجي اديها سمنه ما بتعملش. بصوا بقى، بصوا العجينه عشان سلسه معايا. طبعا القطع ده ما تقلقوش عادي، هي العجينه عشان ريحت بس كتير معايا وانا الجو حر فده عادي. احنا كده كده لسه هنطبقها كتير فده كله هيتدلع. اهم حاجه الشكل النهائي يطلع بروفيشن ما يكونش فيه اي قطع خالص. بصوا طبعا عشان انا بحطها لوحدي هو المفروض يكون حد يوصلني بس عادي. طبعا احنا قدها وقدود. لازم تكون نازله كده من كل الجنوب. بصوا تعالوا شوفوا كده، هقرب كده عليهم اوريهم ان الطبليه ظاهره من تحت. بصوا بحط ايدي، شايفين ايدي ظاهره خالص اهي. ما ننساش برضو اللي في الفرن معانا. انا خلاص كده الفطيره عندي خدت لون من تحت، ببدا اعلمها شويه. انا بسوي الفطيره على نار هاديه مش نار عاليه. ليه يا شيف بسمه؟ علشان خاطر الفطيره تستوي والتورقات بتاعتها تكون كلها مستويه من جوه، وببدا اعلنها النار في الاخر عشان ايه؟ الفطيره تحمر معايا. بصوا انا بحب احط السمنه بايدي كده، ما بحبش احطها بكبشه او ان انا اخد بالحاجه كده، لا، علشان خاطر الفطيره تكون مورقه معايا وسمنتها ما تكونش كتير تجزع الناس. وافضل يعني ان كنت لما تيجي تستخدموا سمنه في الفطير تكون سمنه بيضه ما تكونش صفرا عشان تخلي الفطيره بيضه معاكم فاتحه وجميله كده. طبعا احنا ما ننساش اللي في الفرن ابدا لما احنا قاعدين بنلفها كده. كده بقى انا باخد الطرف ده، ولما باجي اخد الطرف كده بشده شويه برضو كده. بصوا ما نسيبش حته من فيها سمنه. انا لو عندنا طبقات ما شاء الله يعني هتعدي اكتر من 12 طبقه. تعالى كده مش مهندس اوريهم. شايفين الجمال والحلاوه ما شاء الله. بصوا حاجه كده بروفيشن مفيش بعد كده. ممكن الريحه تكون وصلت لكم كمان. تمام كده احنا هنحطها هنا كده ده رايح. لما اكمل فطيرتي هنا بصوا الطرف دي بشدها كده عشان خاطر تكون رقيقه من كل ناحيه اهي. نجيبها من الجنب ده كونتين ونعملها كده كونتين بنفس الطريقه دي ونعملها كده 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 ونشيلها بقى هنا. بصوا دي اصغر واحده بقى، دي يعتبر 900 جرام. التانيين كلهم كيلو 100. دي اصغر فطيره معايا النهارده اهي ما شاء الله. احنا بنبدا نفرده كده بدقيق كده وفي الاخر بنروحها على ايدينا بقى.
عندي. بصوا ما شاء الله طلع طري. بصوا هو ناشف دلوقتي، هندخله بقى كده هنا. بصوا طلعت زي ما هي سليمة، ما جربهاش اي حاجة. اهو ده بيكون شكل الفطير كده. هنبدأ نشيلها كده. واحنا بنفردها في الصينية عشان قبل ما تخش. لازم نمشي على طول عشان تبقى متساوية، مفيش حتة تخينة وحتة رقيقة. لازم نخلي عينيا نظر كده ليا، هي اللي توريني الصح من الغلط، هي اللي تعرفني الحتة دي تقيلة أروح عليها، الحتة دي رقيقة أسيبها. سمنة على الوش، لو في قشطة ماشي، مفيش خلاص. برضه السمنة بتدي الورق. ندخلها على نار هادية كده. كده الفطيرة وهي في الفرن ما شاء الله، اللهم بارك، عاملة ازاي. بصوا العظمة.